عشان نعمل مشة هنضيف حلبة والترمس وشمر وكركم وكركديه، وكمان هنضيف اللبن، وهنضيف كمان حلاوة الزلعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ زي اخباركم؟ المش الفلاحي بتاعنا ده وجبة مصرية اصيلة من زمان جدا، المصريين بيحبوا يعملوه. هو عبارة عن لبن وجبنة وشوية اضافات كده، بيدوا نكهة حلوة جدا جدا، والناس بتحطه جنب الاكل او ممكن لوحده مع طماطم مع العيش المحمص. طعمه بيبقى جميل جدا. بعد النهارده هقول لكم على وصفة جميلة جدا، وهتلاقوا اطعم واجمل مش ممكن تاكلوه في حياتكم. هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنشوف بقى النهارده هنعمله ازاي. هنا مجمعة المكونات في ورق الكب كيك، لان فعلا اطعم من كده والذ من كده مش هتدوقه. هحتاج عندي هنا في شمر او شومر، هحتاج عندي كركديه جميل جدا، وهحتاج عندي كركم وشطة، ودي حاجة اسمها حلاوة الزلعة. حلاوة الزلعة دي بتلاقوها عند العطارين، بتبقى عبارة كده عن حاجة زي الاعشاب، بس بتدي نكهة جميلة جدا جدا في المش. ممكن تطحن، ممكن تفضل زي ما هي بس تقطع لقطع صغيرة. عندي كمان هنا اللبن، يا اما لبن رايب يا اما لبن حليب عادي، او ممكن ادمج ما بين الاتنين. طبعا الحلبة من الحاجات اللي بتدي المش طعم جميل جدا، ولو انت ما بتفضليهاش عادي ممكن تشيليها. الترمس لازم بنضيفه، بيدي طعم حلو جدا وبيشفط الميات الزيادة، بيحفظ المش من التعفن. عندي كمان كركديه. الكركديه بيهدي الضغط او بيظبطه، بحيث انك لو اكلت شطة يبقى في حاجة في النص بتعادل. وصدقوني الطعم ما بتغيرش خالص، بل بالعكس بيدي نكهة جميلة. كل المكونات دي بتدي نكهة حلوة جدا جدا للمش. هنضيف كمان كركم عشان يدي اللون الاصفر الجميل بتاعنا، والشطة القرون اللي احنا طحنينها في المطحنة، لازم تكون شطة نضيفة مش شطة الناعمة. وهنضيف كمان الشمر ممكن نطحنه نص طحنة. وحلاوة الزلعة دي بجيبها من عند اي عطار. وهبدأ هنا اضيف اللبن واقلب المكونات كويس جدا مع بعض. وما ننساش الملح، مش محتاج ان انا ازود ملح عالي قوي لان انا بحفظه في التلاجة. المش كده يعتبر جاهز، بس ناقص اخر حاجة قشر البرتقال الجميل، وده بيدي نكهة جميلة جدا جدا. انا هنا قصيته بالمقص قطع صغيرة وهو لسه طري، وسبته ينشف في الهواء، وبعدين هديله تحميصة خفيفة جدا في طاسة على النار، واضيفه على المش. تحميصة خفيفة جدا 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 على النار، وبعدين اضيفه عندي في المش. وبكده اكون عملت احلى واجمل مش ممكن تدوقوه في حياتك. انا مش بحتاج اضيف جبنه، انا بحب اعمل مش كده. ممكن طبعا لو انت عايزه تضيفي جبنه فلاحي ممكن تضيفي جبنه العلب، ممكن كل بواقي الجبنه اللي بتنشف عندك بتضيفيها على المش. تاني يوم انا هفتح المش، انا بسيبه اول يومين بره التلاجة لحد المكونات ما تتفاعل مع بعضها او المكونات هنا تستوي. ما شاء الله تخين ازاي. الترمس طبعا بيشفط الميات اللي فيه، والحلبة نفس الشيء، فبيخليه يتخن بسرعة. يعني المش ده ممكن ناكل فين منه في خلال 3 ايام. اجمل واطعم مش. شايفين كده الترمس عندي لسه ما استواش، هسيبه لتالت يوم، هوريكم برضو ايه اللي هيحصل تالت يوم. تالت يوم هنفتح على المش، شايفين ما شاء الله تخن ازاي، وشايفين فين اللبن جبن وبقى تخين ازاي. انا طبعا هنا عامله ميكس بين اللبن الرايب واللبن الحليب، وممكن يتعمل بلبن حليب لوحده وممكن يتعمل بلبن رايب لوحده. المكونات عندي استوت هنا بقى، وريحه الشمر بدات تطلع، بقت جميله جدا، والترمس استوى. ومن هنا النهارده اقدر اكل منه، طعمه جميل جدا ونكهته ولا اروع من كده. شايفين اللون والكثافه. ممكن انت تزودي الحاجه اللي انت بتحبيها، يعني عايزه تزودي شطه اكتر، عايزه تزودي كركم اكتر، عايزه تزودي شمر اكتر، الكميات اللي انت عايزاها.
ولو عملت المش بلبن حليب بس وما تخنش معاكي هنضيف عليه علبة زبادي. وبألف هنا، تاكليه مع عيش بلدي، تاكليه مع عيش ناشف، تاكليه مع مرحرح، بألف هنا. طبعا بنحطه جنب الاكل او بناكله لوحده، جميل جدا مع طماطم مع سمنه، جميل قوي. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحه وعافيه.